بصوا يا جماعه، عايز اوريكم حاجه لفتت نظري جدا. انا دلوقتي موجود في مدينه اسمها ليمون في فرنسا. انا ورايا هنا دلوقتي دي عربيات الناس اللي موجوده في الكامب، زياره او بيشتغلوا كده. بالصدفه ببص على ماركات العربيات. بصوا قد ايه الموضوع غريب. عربيه ستروين فرنساوي، عربيه بوجو فرنساوي، رونو فرنساوي، رونو، ستروين، ستروين. لو جينا هنا دي عربية برضو رونو، ستروين، داستر، رينو، دي تويوتا، دي رينو، ستروين. واللي هناك دول كل العربيات تقريبا 80% من العربيات اللي واقفة عربيات فرنسية. يعني تشجيع مهم جدا 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 للصناعة المحلية. الناس محدش بيجبرهم ان هو يشتري عربية بلده، بس هو فاهم، يعني فاهم ده اقتصاد. طول ما انا بحافظ على اقتصاد بلدي انا بحافظ على فلوسي انا شخصيا يعني. لو جينا هنا برضو الناحية التانية هتلاقوا ستروين، بوجو قديمة، ستروين، بوجو، رونو، ستروين. كل يعني في عربيات بقى حاجات تانية زي فولفو دي ايطالي تقريبا، و... وفيات قصدي ايطالي، بوجو، داستر، رونو، ستروين، بوجو، آه، رونو. وبرضو تقريبا الماركه دي مش عارف، دي اس ما اعرفش ده دي ايه، بس غالبا برضو فرنسيه. ودي ستروين. يعني تقريبا 80% من العربيات اللي واقفه كلها فرنسيه.